أنا أحمد الشيخ ويشوفوا الموناليزا. دي حلقة بنجاوب فيها على الأسئلة اللي انتوا كتبتوها لي في الفيسبوك، سواء لها علاقة بالكورة أو ملهاش علاقة بالكورة، ودي موناليزا أي كلام. عبد الرحمن الطعمي بيسأل: إيه أحسن تشكيلة عبر التاريخ من وجهة نظرك؟ دي التشكيلة ديت رأيي أنا، يعني ملهاش علاقة بإنجازات وبطولات والكلام ده، هو ده اللي أنا شايفه. يعني في حراسة المرمى جالويجي بوفون، رايت باك داني ألفيش، ليفت باك روبرتو كارلوس، في خط الدفاع كارلوس بيول ومالديني، قدامهم في خط النص 3 انيستا وتشافي وزين الدين زيدان، رايت وينج ميسي، ليفت وينج يوهان كرويف، سترايكر رونالدو البرازيلي. دي التشكيلة، دي رأيي أنا، مش لازم تكون حضرتك مقتنع بيها. يعني إبراهيم محمد بيسأل: تفتكر هيبقى فيه أبطال السنة دي ولا بلح؟ والله يا معلم، هي كل المؤشرات بتدل إن هي بلح، بس هي حاجة واحدة بس اللي معشماني إن ممكن يبقى فيه أبطال، هي كلمة الراجل ده. Así que hoy nosotros prometemos que este año vamos a hacer todo lo posible para que esa copa tan linda y tan deseada por todos vuelva a estar otra vez en el Camp Nou. Viva el Barça y viva Cataluña. رودي جيوز بيسأل سؤال بيلح عليا: انت محتواك كويس وجميل والله، بس هو السؤال: هو انت ممكن تبطل في فترة علشان عدد المتابعين قليل ولا مش فارق معاك؟ ومين اللي بيعمل الفيديوهات بتاعت القفشات؟ وشابوه ليك على البرنامج بجد. بص يا استاذ رودي، انا بدرس في كليه الطب، ووقت الفراغ بتاعي مش كبير قوي، بس وقت الفراغ بتاعي بعمل فيه البرنامج اللي حضرتك بتشوفه ده. فان انت تشوف حاجه كويسه في البرنامج ده في وقت فراغ قليل قوي، ده حاجه تخليني انا مبسوط جدا. لكن برضو في الاول والاخر البرنامج ده مش هو حياتي الاولى والاخيره، يعني هو حياتي مش مبنيه على البرنامج بس، لكن انا بحب اعمل البرنامج ده، انا بحب اتكلم في الكوره. فلو جه في يوم عدد المتابعين بتوعي ما زادوش، هفضل برضو اعمل البرنامج، لان انا مبسوط وانا بعمله. انا مش بعمل البرنامج ده علشان يجيلي فولورز او يجيلي ناس سبسكرايبرز على اليوتيوب او حتى يجيلي فلوس على اليوتيوب، لا، انا لو حتى جالي فلوس على اليوتيوب هستخدمها عشان اطور البرنامج. بالنسبه بقى للقفشات وكل البرنامج، اساسا مفيش حد بيعمله غير انا واخويا عز الدين، يعني كل البرنامج عامة يعني بيعملوا انا واخويا عز الدين. وشكرا جدا ليك على السؤال والله. احمد محمد زكي بيسأل: افضل مهاجم يعوض سواريز؟ في رأيي انا برشلونة محتاج لعيب يقدر يسقط لخط النص اكتر. مين بقى اللعيب السترايكر اللي موجود في العالم بهذه الطريقة؟ مفيش غير فيرمينو، او ممكن تقول ان فيرمينو احسن واحد، وده الوحيد اللي يقدر يعوض سواريز. لكن علشان تجيب لعيب تاني ممكن تغير طريقة لعبك خالص، يعني ممكن تغير طريقة لعبك وتجيب مثلا هاري كين. الديب بيسأل: تتمنى صلاح في برشلونة؟ اولا انا اتمنى صلاح في برشلونة لحاجتين: انا اتمنى صلاح في برشلونة لان انا نفسي ما اشوفوش في مدريد، انا هتضايق لو شفته في مدريد، مش هعرف اشجعه مهما عمل، مش هنبسط بالاجوان اللي هو هيجيبها، مش هنبسط بالبطولات اللي هو هيعملها. ونفسي اشوف صلاح في برشلونة علشان حاجه كمان، نفسي اشوفه بيلعب مع ميسي، نفسي اشوف واحد زي ميسي بيظبط كور لصلاح، ودي كبيره قوي يا جدعان والله. وليد احمد كولي: رابيو لو جه هيفيد الفرقه؟ بيتهيألي رابيو لو جه مش هيفيد الفرقه خالص. انا شايف ان رابيو لو جه هيبقى مالي لعيبه خالص، انت عمال تملى في المراكز وخلاص، وفي الاخر هيقعد دكه زيه وزي اخواته بالظبط. محمد مانكولي: الافضل في تاريخ مصر هو تريكا ولا صلاح من وجهة نظرك؟ هو ليه دايما احنا حابين اسلوب المقارنات ده وليه ما ينفعش يبقى الاثنين؟ يعني هو انا لو بحب صلاح لازم اكره تريكا؟ وبعدين حكايه مين احسن دهيت، لا صلاح ولا تريكا بيلعبوا في نفس المركز، يعني ممكن تقول ان صلاح احسن واحد في مركزه وتريكا احسن واحد في مركزه. محمد طارق بيسأل: سولاري يقدر يحقق التشامبيونز؟ هو انا لسه لحقت اعمل حاجه؟ ازاي يا فندم؟ ما احنا كلنا بنشتغل بفكر سعادتك بتدينا الخطوط العريضه واحنا بنكمل. خطوط ايه؟ انا ما عملتش اي حاجه من اللي انت بتقوله ده. يا سلام على التواضع. احمد ايمن بيسأل: مين حط على جرح برشلونه كلونيا؟ والله ما انا يا استاذ. فارس المغربي بيسأل سؤال تاني، معلش: اكتر لاعب اندر ريتد ومظلوم انت شايفه؟ انا اسف يا استاذ فارس ان انا ما خدتش سؤالك الاولاني لانه اكيد اتكرر قبل كده. سؤالك التاني هو جوابه ان اكتر لاعب في رايي انا اندر ريتد ومش واخد حقه اليومين دول توريرا بتاع ارسنال. توريرا بتاع ارسنال بيعمل واجبات دفاعيه وهجوميه عاليه جدا. توريرا بتاع ارسنال ممكن بعد كام سنه يبقى من احسن خطوط النص في العالم، خدها مني انا كلمه. محمد عزام CFC: رايك في هازارد وايه النادي اللي محتاج لاعب زيه؟
رأيي في هازارد، انا مش محتاج اقول رأيي في هازارد. هازارد لعيب عالمي، هازارد لعيب كبير. هازارد هو اللعيب الوحيد اللي ممكن تقول ان هو قريب لطريقه ميسي. وايه الفرقه اللي محتاجه هازارد؟ انا مش هقول الفرقه اللي محتاجه هازارد، لكن انا نفسي يجي برشلونه. انا زي ما بقول لك كده، يعني هو اكتر لعيب قريب لطريقه ميسي. فتخيل انت عندك ميسي واكتر لعيب قريب لطريقه ميسي في فرقه واحده. محمد صباباحه، انا اسف يا معلم اذا كنت قلت اسمه غلط. تفتكر نيمار هيرجع برشلونه ولا هيروح مدريد؟ نيمار من اول ما مشي من برشلونه انا عارف الخطه اللي هو هيعملها. يمشي من برشلونه يروح لفرقه اقل من برشلونه زي باريس. ما يقدرش يعمل اللي هو عايزه في باريس، يقول لبرشلونه لو سمحتوا رجعوني تاني. برشلونه طبعا ترفض، فما يكونش قدامه غير ان هو يروح لمدريد. بس انا تقريبا حاسس ان مدريد هيغفله وهيجيبوا كيليان امبابي. عبدو بيكيه، الميلان ممكن يرجع تاني ولا لا؟ ويا ريت اجابه مقنعه. والله يا عبدو انا شايف ان الميلان محتاج وقت كتير، محتاج يبني فرقه تقريبا من الاول. الميلان ما عادش عنده العناصر اللي ممكن تديك اللعب اللي انت محتاجه. بس في حاجه واحده بس هي اللي ممكن تسرع الموضوع ده، وهو تاريخ الميلان. تاريخ الميلان هو اللي هيدي اللعيبه الشغف والحافز ان هي تحسن نفسها اكتر، ان هي تشتغل على نفسها اكتر عشان تدي الفريق اكتر من كده. احمد اجويرو بيسأل، شايف السيتي ممكن يوصل لفين مع بيب ومين يقدر يوقفه؟ شايف السيتي ممكن يوصل لفين مع بيب؟ لا، ممكن يوصل لحاجات كتير. انت ممكن تقول ان السيتي مع بيب انليميتد، بس حاجه واحده بس هي اللي بتوقفه، الفوبيا اللي عند لعيبه مان سيتي من الشامبيونز. يمكن الفوبيا اللي بقت عند جوارديولا نفسه من ساعه ما خرج من برشلونه. انا ما بقتش خاف زي الاول، انا بقيت بخاف اكتر. محمد رافا بيسأل، جوارديولا ولا سير أليكس فيرجسون؟ مع رحيل ديمبلي ولا ضده؟ انا شايف ان أليكس فيرجسون من احسن المدربين اللي في التاريخ. ممكن تقول ان هو احسن مدرب في التاريخ، ده من رأيي انا. أليكس فيرجسون بنى فرقه على ما فيش. أليكس فيرجسون كمان مش طور الكوره بتاعت مانشستر بس. أليكس فيرجسون من اكتر الناس اللي سببت ان انجلترا الكوره بتاعتها توصل للمستوى ده. هو يعني مان يونايتد من فتره قليله مش كبيره يعني كان بيكسب الدوري كل شويه، كان بالنسبه له الدوري دي حاجه عاديه. ومع أليكس فيرجسون برضو كسب الابطال مرتين. لكن جوارديولا بيروح لفرق مش صغيره، بيروح لفرق كبيره ويحاول يحسن منها، يحاول ان هو يطور من طريقه لعبها. ده مش بيقلل من جوارديولا، ان انت تغير طريقه لعب فرقه عشان تخليهم يلعبوا بطريقتك انت، ده حاجه برضو كبيره. لكن انا في رايي انا شايف ان أليكس فيرجسون احسن مدرب في التاريخ. وهل انا بقى مع رحيل ديمبلي ولا ضده؟ انا مش مع رحيل ديمبلي تمام، انا محتاج ديمبلي بعدين. لكن الحرب اللي الاعلام بيعملها ديت على ديمبلي هتخلي ديمبلي بعد كده يتباع، ويمكن بنص سعره كمان اللي احنا اشتريناه بيه. فيا ريت تهدوا على البني ادم شويه، يمكن هو بيغلط نفهمه غلطه، لكن مش ضرب 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 كده. تكون الحلقه خلصت. يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب، ويا ريت تقولوا لي رايكم في الكومنتات. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.